أقول بصراحة نحن لسنا متطرفين. المتطرف هو الذي استباح لنفسه أن يصادر أرضنا وأن يهدم بيوتنا. نحن لسنا إرهابيين. الإرهابي هو الذي استباح لنفسه أن يدنس مقدساتنا وأن يستبيح أرواحنا. نحن لسنا محرضين. المحرض هو الذي استباح لنفسه أن يدعو علانية إلى ترحيلنا. ولذلك أقولها بلا تلعثم: إن سياسة المؤسسة الإسرائيلية هي سياسة متطرفة، وهي سياسة إرهابية، وهي سياسة محرضة، لأنها تمارس ضدنا كل مظاهر الظلم التي ذكرتها. ومن هون هذا اجتماع مبارك يجب أن يباركه كل عاقل من أبناء مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، ويجب أن ينضم إليه صوت كل حر من أبناء مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. فيه نؤكد بصراحة: في سبيل القدس ما أحلى السجون، في سبيل الأقصى ما أحلى السجون، كلمة لن نتردد فيها. الرسالة الثانية التي أريد أن أقولها ليعلم القاصي والداني: إن صمود جماهيرنا أقوى من كل تطرف، أقوى من كل إرهاب، أقوى من كل تحريض. صدقوني يا إخواننا، وهذا يبين الخير والبركة الموجود في داخل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. صدقوني، منذ أن صدر هذا الحكم التافه ضدي، والذي لا أفكر فيه ويعلم الله إلا بالمناسبة، منذ أن صدر لا يقل عن 100 واحد من أهلنا، والله لا يقل عن 100 توجهوا لي مباشرة، وكان الواحد يقسم أنه فرحان جدا أن يسجن بداله ليس 9 أشهر بل سنوات، مستعد أن يدخل السجن. نحن أقوى من كل التطرف، نحن أقوى من كل الإرهاب، نحن أقوى من كل التحريض، وسنبقى نؤكد: نحن هنا باقون، في أرضنا باقون، في بيوتنا باقون، في مقدساتنا باقون، حتى عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى الأرض التي أخرج منها. الله أكبر ولله الحمد. وأقول: الله أكبر ولله الحمد. وأقول الرسالة الثالثة والأخيرة، أقول: أيها الإخوة، لا شك الذي يميز المؤسسة الإسرائيلية اليوم بأنها تقوم بسياسة مجنونة هستيرية
لا ينافسها أحد في هذا الجنون والهستيريا. مقابل ذلك لسنا مطالبين بالصمود فقط، نحن مطالبون كذلك، نعم بالصمود، ثم مطالبون بالتصدي، ثم مطالبون بالتحدي. ولذلك نقولها آخر شيء ممكن يخيفنا لغة السجون، ومرات قلناها وبنأكد، نحن لا نحب السجون، ولكن إذا خيرنا بين أن نتنازل عن القدس والمسجد الأقصى أو عن حقوقنا أو عن السجن، نقول مرحبا بالسجون ولا نخاف السجون. الله أكبر. ونحن بإذن الله رب العالمين آخر ما يخيفنا لغة التهديد، لتكن ما تكون لغة التهديد بالرسائل، بالهاتف، بأساليب أخرى. لن تخيفنا لغة التهديد. أنا بلخص الموقف بالشعر لشاعر فلسطيني، كلمات رائعة ما أجملها أن تكون موقف واضح أمام لغة التهديد. هذا الشاعر يقول: ماض وأعرفها ضربي وما هدفي، والموت يرقبني في كل منعطف. اختصار هذا موقفنا، لن نتراجع عنه، لن نغير ولن نبدل بإذن الله رب العالمين. آخر شيء قضية أن نخاطب بلغة الترحيل أيضا كلها جملة واضحة، ومنأكدها ونذكر بها ونصرخ بها في النهار وفي الليل إلى الذين يريدون أن يهددوننا بلغة الترحيل، ليعلموا أننا عقدنا مع أرضنا معادلة من جملة واضحة: إما أن نعيش على أرضنا سعداء أو أن ندفن فيها شهداء ولن نرحم. الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله.